عزيزي مزارع القمح، تخلي بالك جدا برش العناصر الصغرى وأهم العناصر في مرحلة طرد السنابل الفترة ديت. عنصر الفوسفور قبل طرد السنابل بيساعد في تكوين السنابل وانتظامها وزيادة عدد وحجم الحبوب، وبيحفز الإزهار والإخصاب. والنحاس قبل طرد السنابل، والكالسيوم لزيادة قوة هيكل النبات ومقاومة الأمراض ومقاومة الرقاد. البرون بيزود حبوب اللقاح وزيادة نسبة الأخصاب. البوتاسيوم والزنك بيبقى في بداية طرد السنابل. البوتاسيوم بيزود امتلاء الحبوب، والزنك استطالة السنابل وتحسين التلقيح. الرشة دي مهمة جدا وبتزود الإنتاج. اهتموا بالري وعدم تعرض النبات للإجهاد وعدم الإفراط في التسميد الأزوتي في مرحلة طرد السنابل. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعانا أسعار القمح البلدي والقمح المستورد. سعر القمح البلدي الإرداب 150 كيلو، متوسط سعر الإرداب من 2000 جنيه ل 2200 جنيه. أما القمح المستورد 11.5% بروتين الأوكراني 12900 جنيه، والروسي 13000 جنيه. وأسعار القمح 12.5% بروتين الروسي 13100 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الرز اليوم، سعر الرز الأبيض العريض كسر من 8 ل 10%، من 27300 جنيه ل 27500 جنيه. وسعر الرز الأبيض العريض كسر 5%، من 27700 جنيه ل 28000 جنيه من أرض المضرب. أما الرز الأبيض العريض كسر من 1 ل 3%. البضايع زيرو كسر، الفنادق والقرى السياحية والمطاعم الكبيرة. متوسط سعر الطن 28500 جنيه. أما الرز الأبيض الرفيع كسر 5%، من 25300 ل 25500. الأبيض الرفيع كسر من 8 ل 10%. متوسط سعر الطن من 25000 جنيه ل 25300 جنيه. أما أسعار الرز الشعير العريض وصل للمضرب، متوسط سعر الطن على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة 17500 جنيه. وبالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب من 16000 جنيه ل 16200 جنيه. وأسعار المخلفات السرس المطحون 1500 جنيه. وكسر الرز الناعم 13300 جنيه. وسعر الكونة 10600 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.